السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو ما عندي شغل، بس راح نسوي اكثر من شغله وراح تستمتعون بيها. للعلم اليوم هو الثلاثاء اللي هو يكون اخر يوم بالسنه هاي، وان شاء الله السنه الجديده سنه خير وسعاده وامن وامان على بلداننا وعلى العالم كله. فمختصر مفيد اللي راح يصير اليوم. اول شغله راح اروح للدي ام في. السبب انه انا بوقتها من سويت حادث بالتراك، فلازم اودي الاوراق مال الحادث، وانه اقول لهم انه انا سويت حادث وابلغ على هذا الحادث. لان اذا ما سويت هذا الشيء وما بلغت على الحادث ولا اعطيتهم الاوراق راح يسحبون من عند الرخصه، او اذا يوقفني الشرطي وبمجرد يدق الاي دي مالتي عنده راح يطلع انه انا مسوي حادث وما مبلغ بيه الدي ام في، راح يسحب من عندي الرخصه وبنفس الوقت راح يعطيني غرامه. وبعدها راح نروح للمزاد، وورا المزاد خلينا نشوف بعد ايش راح نسوي، فخليكم وياي. وصلت هسه للدي ام بي. طبعا هاي الاوراق اللي لازم اعطيها، وهذا الدي ام بي هيته. فاجيت على هذا الدي ام بي لان هذا الدي ام بي ما بي احد، بنفس الوقت سريع يعني انه ما يجون عليه هواي عالم. فخليني اروح احط الاوراق واجيكم. خلصت من الدي ام بي، بصراحه صدمني. اعطيته الاوراق كان يقول لي ها هي خلاص بس هيك ختمنا. قال لي ها هي. قلت له شنو؟ كان يقول لي ها هي. قلت له يعني ها هي كان يقول لي ايه. قلت له يعني ما تشرجني بفلوس شيء من هناك. كان يقول لي لا خلاص ها هي. اعطيت الاوراق كل شيء ماكو. بصراحه انا كل ظني انه متوقع انه راح ادفع فلوس على هاي الاوراق، بس الحمد لله والشكر ما دفعت ولا فلوس. فخلينا نروح هسه للمزاد، واكيد اذا رحنا للمزاد فاكو شخص هناك الكل تعرفه، فماكو داعي نكبر الموضوع ومنو هذا ومنو هذا راح يجي للمزاد ومنو راح يشوفه. فخلينا نوصل المزاد ونشوفه. بس ما تشوفون وصلت هسه للمزاد. المزاد هو تقريبا باد، بس انا هيك راح اجي للمزاد بس اباع السيارات. ما اعرف، اتوقع اشتري اتوقع ما اشتري بصراحه، بس الاكثر انه ما راح اشتري شيء. فخليكم وياي. ما تشوفون هسه وصلت للمزاد. هاي نظام المزاد اللي الكل تعرفه، بس ما في شيء. دخلت التشالنجر. صراحة حلوة. للشدات 30 ورقة لحد الآن بعد ما ببيعوها. للشدات 40 ورقة وما باعوها. صراحة هاي الجيب تفيده للعراق، تفيده للعراق خاصة اللي يروحون المصايف مال سماوة على الصحراء ما صحراء في خرافية. صراحة اليوم المزاد ميت، صح اكو سيارات هواية بس ماكو بيع، لأن هاي السنة العالم ما تشتري. هاي الجيب لحد الآن وصلت باع اكثر 40 ورقة، ما حد ما يشتريها، ما حد ما يبيع، ما حد ما يبيع. مثل ما شفتوا المزاد خلص، بس بصراحة المزاد اليوم ما بي هواي عالم ولا الله منور. شو منور. اقول لك ليش بتنزل فيديو لحد على اليوتيوب؟ ليش منقطع من على اليوتيوب؟ ليش منقطع؟ هلا عبد الله منور الفيديو. اقول لك جابك بصراحه ما توقعتك يعني. انا ما توقعت. انا اجي للمزاد القاك بالمزاد. انا ما توقعتني، تخيل. الله عليك. حاليا خلينا نجرب السياره اللي عبد الله اشتراها، بس ما راح اصور السياره لان بيها حقوق طبع ونشر من عبد الله. فما لا عادي خذ راحتك. لا ما يصير. بس لا بس اصور التسارع مالتها. هي بين السياره. خلينا نشوف. فيها صوت شوي بالمحرك بس عادي. انا ما اتدخل بالمواصفات ولا لي شغله. مع الدخان صدق؟ لا ما بيها دخان، تخوفنا. بطيئه بس. صدق بطيئه. احنا تعودنا على السيارات السريعه. بس انا راح اغششكم بس الداخل مالتها انه اشوف لكم اياها. انا هذين السيارات عشقي. دقيقه. اي عبد الله سولف لنا على هاي السياره. لا بس مع هاي اللقطه مع الكاميرا. هاي مو موجوده بال 99؟ اكيد طبعا. طبعا مثل ما شفتوا خلصنا من المزاد وطلعنا.
فهسه متوجهين ان شاء الله الى سياتل. حاليا انا واقف هسه بالبازخانه ويا الشباب، وبعدها راح نطلع على سياتل نروح المطعم ناكل، وبعدها راح نشوف شنو راح نسوي. عبد الله شنو اشتريت؟ يعني احنا رايحين نتغدى طالعين على طريق ساعتين فقلنا نصبر روحنا. الجيز هذا اول مره. وللامانه انه خلينا بنزين للسياره، تذكرنا ان السياره ما في بنزين وحطينا بنزين للسياره. احنا هم جعنا اكيد، فحطينا لها بنزين. اللي طالعين بها سياتل اللي هي فورد اكسبلور 2018. هاي السياره كانت من ورا، وهاي السياره من قدام هاي كلها. فخلينا ننطلق وان شاء الله من خير السلامه نوصل. سياقه 3 ساعات وصلنا هسه للمطعم اسمه بيبلوس. بس شنو نظام هذا المطعم؟ هو ماركت وبنفس الوقت مطعم، بس الاكل مالته طيب، لهذا ناكل وبعدها راح نتجه على غير منطقه تقريبا 2.5 ساعات او 3 ساعات. فخليكم معي. اكلنا وكملنا وهسه راح ننطلق على مدينه تبع 2.5 ساعات تقريبا، مو؟ اي شو اسمها هي؟ ليفن وورث اللي هو قالها. شنو رايك بهاي المدينه اللي راح نروح لها؟ والله مدينة جميلة وتحتوي على الكثير من التاريخ والجغرافيا. ما بيها تاريخ والإحصاء والوطن. صدق؟ والله. هسه وصلنا للبنزيخانة، الشباب نزلوا راحوا يسوقون يجيبون مي وغراض للطريق، وبنفس الوقت نفول بنزين مرة ثانية لأن بعد ورانا تقريبا مسافة 2 ساعات أو هيك شيء. فخليكم ويانا. وصلنا هسه للمدينة. هاي المدينة تفرق عن المدينة اللي كنت بيها ذاك اليوم. هاي موجودة بسياتل أو واشنطن، ولاية واشنطن. هاي المدينة تعتبر مثل منطقة ثلجية، هي تعتبر ومتنزه ثلجي، يعني انه حالاتها بالثلج فقط مو بالصيف ولا هاي. يعني هي العالم تزورها وتجي هنا فقط بوقت الشتاء. فخلينا نتعرف على هالمدينة، واني متأكد انه راح تعجبكم وراح يعجبكم الاجواء هنا، لان يعني صراحة شيء خرافي. خليكم وياي. مثل ما تشوفون انه هذا الشارع اللي هو يكون الشارع الرئيسي لهاي المدينة، وفقط هذا الشارع الحيوي او الشارع المهم بالمدينة كلها، لان مثل ما قلت لكم مدينة كلش صغيرة هي، وبنفس الوقت المدينة تعتبر قديمة كبنائها وكل شغلات التراث اللي بيها. فمثل ما تشوفون هسه هنا عندكم هنا الستاربكس، وهنا محل مال ملابس. مثل ما تشوفون انه الرسومات اللي تكون عليها، مثل ما تشوفون هسه عندكم هاي البناية الثانية. خلا ابعد لكم الكاميرا على ما تشوفون احسن. والافرع مالتها هم كذلك، يعني مثل ما نقول مدينة تراثية مسويها كلش حلوة، اجواءها كلش حلوة. فخليكم وياي وخلينا نشوف بعد شنو موجود بالمدينة. طبعا هاي المدينة اسمها ليفن وورث. مثل ما تشوفون البيوت كلها هنا عبارة عن بيوت قديمة ومحلات قديمة، ومثل ما قلت لكم انه يسودها التراث القديم اللي موجود هنا بهاي المدينة. بس انتبهوا لي على جمالية المدينة، بصراحة كلش حلوة كالزينة مالتها والشغلات اللي حاطيها. هاي المدينة جايها تقريبا بالثلاث مرات وشابع من عندها، بس المشكلة الأجواء مالتها إنه تخليك تجيها مرة ثانية. أكثر مكان تشتهر به هاي المدينة اللي هي هاي الساحة. هاي الساحة تعتبر من الأماكن اللي كلش مهمة، أو هو المكان الرئيسي، أو جمالية المدينة كلها يكمن بهذا المكان اللي تكون مزينة كلها بهاي الأضواء. والشي بصراحة واو. للعلم هذا اللي قدامي اللي حاط أضوية همينة مزين المكان مالته كلها أضوية، هذا عبارة عن هوتيل. فخليكم هيجي ويا المنظر، وهمينة أرجع وأقول لكم تخيلوا وياي. إذا تنتبهون على المدينة كلها بنفس الطراز، يعني شيء كلش حلو.
يعني تخيل نفسك انه انت بالسنين القديمة، يعني مو تحس نفسك انه انت ب 2024 او راح تدخل ب 2025. فشوفوا لي المناظر هاي، خليني ابعد لكم الكاميرا على مود تشوفون كل شيء واضح قدامكم. ومثل ما قلت لكم انه هنا المدينة الحلو بيها اللي هي اللمة مع العالم. تقريبا هاي كلها اللي يخص المدينة، بس انه هذا يعني انه هاي المدينة كلها تتلخص بهذا المكان، يعني تعتبر مدينة صغيرة كلش. وطبعا اكيد بما انه مدينة ثلجية فلازم العالم تسوي هاي الحركات. بصراحة اريد اجربها بس ما اعرف وين يبيعون ذني، لان شغلة حلوة. شوفوا لي هذا الهوتيل شلون مسويه، صراحة متعوب عليه، يعني شيء كلش حلو، خاصة الالوان اللي مختارها اللي هو الابيض والازرق، منطي جمالية للمكان بشكل مو طبيعي. ما اعرف انه اذا هاي المدينة راح يصير بها احتفالات او لا، بس بصراحة انا جيت على مود انه المنظر اللي بيها والاجواء كلش حلوة تكون، يعني احلى من المدن. فاحنا بعد تقريبا 10 دقائق وندخل للعام الجديد ان شاء الله. سنة خير وامن وامان على الجميع. اخوان شوفوا هذا البيت والله حلو، هو يعني مو بيت، هو انما يعني شلون المحلات او مطعم. هذا بالاحرى هذا يكون مطعم اللي قدامي، واللي بصفه على اليمين هم مطعم. لقطة سريعة على هذا الشارع، صراحة يعني شارع او مكان كلش حلو. هذا تشوبي الامريكي، يلعبون تشوبي. اجواء الاحتفالات بدون سعاديات. العالم قبل ما تخترع السعاديات هيك كانت تحتفل. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله الامن والامان ينعاد على بلدنا. هنا ونوصل نهاية الفيديو، ان شاء الله تونستوا، ونشوفكم فيديو جديد ومغامرة جديدة، ومع الف سلامة.